أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست على الدوري. البودكاست اللي بيتكلم معاكم ببساطة عن كل حاجة تخص الشغل والتطوير. معاكم أحمد الطويل، وفي حلقة النهاردة هنتكلم عن نقطة تحول مهمة في الحياة المهنية: الانتقال من ال individual contributor للمانجر، أو من المساهم الفردي للمدير. الحركة دي كتير بيشوفوها مجرد ترقية أو لقب جديد، لكن الحقيقة هي أكبر من كده. هي مسؤولية، تحدي، وفرصة عظيمة للنمو. يلا بينا ندخل في التفاصيل. طيب، لما بتكون individual contributor أو مساهم فردي، شغلك بيكون واضح، عندك مهام محددة، بتشتغل على أهداف فردية، تركيزك بيكون على الجانب الفني والتقني. لكن لما بتتحول لمدير أو مانجر، الصورة بتختلف. بتبدأ تدير فريق كامل. مسؤوليتك بتكون تحقيق أهداف الفريق، مش بس أهدافك أنت شخصية. ولازم تتعلم تحفز الناس وتحل المشاكل وتبني علاقات قوية. خلينا ناخد مثال واقعي في الموضوع ده. قبل ما تبقى مانجر كنت بتشتغل مهندس برمجيات، كنت مسؤول عن كتابة كود كويس، كود نظيف، وتعمل كود ريفيو والحاجات دي كلها. بعد ما بقيت مانجر، دورك ما بقاش انك تراجع الكود، ما بقاش انك تكتب كود نظيف، ولكن تساعد الفريق يحل مشاكله. ليه هو اتأخر في الشغل مثلا؟ لو حد من الفريق عنده صعوبات في الشغل، حد من الفريق عنده مشكلة يتواصل مع حد بره، ايه المشاكل اللي المشروع بيشوفها وبيواجهها عشان يحلها؟ ده بيبقى دورك. خلينا ناخد مثال تاني. لو حد من الفريق عندك بيشتغل ببطء او عنده مشكلة في الشغل، ليه حاجة معطلاه، انت دورك كمدير انك تسأله ايه اللي معطلك، وتحاول تدعمه وتوفر له الموارد والسبل الإضافية اللي تساعده ان هو يعمل شغله بمنتهى الأريحية وبسرعة مطلوبة. طيب، المهارات المطلوبة عشان تكون مدير ناجح هما شوية مهارات كده مهمين. أول حاجة التواصل الفعال. لازم كلامك يبقى واضح ومفهوم. يعني مثلا بدل ما تقول خلصوا الشغل بسرعة، لازم تقول الأولوية للشغل ده عشان مرتبط بالموعد النهائي. التواصل الفعال والتون بتاعتك بتفرق كتير قوي. ولازم يبقى عندك قدرة على إدارة الوقت، مش بس وقتك لكن وقت التيم كمان. لو حد مضغوط لازم تعيد توزيع المهام، لو حد خد أجازة أو حد تعب لازم أنت تتصرف وتعرف إزاي تسحب مهام ده تحطها على ده من غير ما تضغط التيم. وكمان لازم يبقى عندك فكر استراتيجي. لازم تكون موجود وحاضر في التفاصيل الصغيرة، ولكن عينك رايحة على الصورة الكبيرة. انت شايف احنا رايحين فين، وشايف البروجكت ده كله رايح فين، والتيم ده كله ازاي هيساهم في البروجكت. طيب، بيبقى في برضه بعض التحديات للمديرين او الناس اللي بتنقل لمديرين جديد، وهي اختلاف الشخصيات. طبيعي جدا انك تلاقي شخص اجتماعي وشخص منطوي. حاول تتعامل مع كل الناس. لازم تعرف نقط قوة كل واحد فيهم وتستخدمها لصالح الفريق. النزاعات، انت كمدير هيحصل لك نزاعات، الناس هتتخانق، ده شيء طبيعي. فلو حصل خلاف ما بين افراد الفريق هتحله ازاي؟ هتهديه ازاي الاول، وهتسمع ازاي، وهتحله ازاي من غير ما تكسب اعداء وتخسر او تخسر ناس. ولازم تظبط التوازن ما بين الاداره والشغل الفني، لان انت لسه كمدير انت برضو عندك دور تقني انك تبقى فاهم هما بيتكلموا في ايه. فانت لازما يبقى عندك النقطة دي. وكمان الفريق بيبقى محتاجك في الجانب التقني ده، محتاج الانبوت بتاعك، محتاج مساهمتك. ما تنساش دورك الأساسي إن أنت قائد الفريق قبل ما تكون مديره. طيب، شوية نصايح كده صغيرة لو عايز تبقى مانجر. أول حاجة اطلب النصيحة. كلم ناس عندهم خبرة قبل كده، اسألهم عن أفضل نصايحهم، عن تجاربهم، عن الغلطات اللي هم غلطوها عشان ما تقعش فيها. تاني حاجة هي التعلم المستمر. المانجمنت مش موهبة. المانجمنت مش حاجة بتقع عليك من السماء. المانجمنت حاجة بتتعلمها، علم بيدرس. اقرا كتب، اقرا مقالات، شوف المديرين بيتكلموا ازاي في المؤتمرات. لازما مهارتك تتطور كمانجر زي ما كانت مهارتك بتتطور كانديفيدوال كونتريبيوتور او كمساهم فردي. ولازما تالت نقطة وهي تستثمر في فريقك. ساعدهم يتعلموا ويتطوروا وينجحوا، لأن نجاحهم هو نجاح الفريق بتاعك، هو نجاحك أنت الشخصي. النتيجة لده إن الفريق نفسه هينطلق لنقطة قوية جدا، وساعتها الريفليكشن كله بيبقى عليك أنت، وهو ده التقييم بتاعك. وفي النهاية الانتقال لمانجر مش مجرد لقب جديد، مش مجرد ترقية. بالعكس، هي فرصة للتعلم وإنك تكبر وتنمو، وفرصة إنك تسيب أثر حقيقي في الفريق بتاعك وفي المشروع. شكرا لكم النهارده، دي كانت حلقة صغيرة من بودكاست عدوري. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم. شاركونا رأيكم، ولو في أي أسئلة أو أي تجارب ابعتوها لنا وهنرد عليها في أقرب فرصة. شكرا لكم.